أنا أعتقد أنهم حبوا يوجهوا رسالة، أولا أنهم قادرين وأنهم يمكن أن يصيبوا حتى المسؤول الأول على الجيش وعلى الأمن الوطني بصفة عامة، أمن البلاد. وهذه رسالة بأنهم أرادوا أن يقولوا أنهم فاعلين بالأساس. الرمزية في هذا الموضوع بأنه سينتج عن ذلك إحباط، ضرب معنويات لكل وحدة الأمن والجيش التي ترى أن هذه المجموعة استطاعت أن تتغلغل داخل نسيج مجتمعي محدد داخل مدينة كبيرة وتصل إلى هدف يعني وترصده بطريقة جيدة وتقوم بالعملية. وأنا أعتقد أنه ربما رد فعل الأمنيين يعني الذي كان حقيقة قوي وباسل، وبرغم استشهاد مجموعة من أمنيين البواسل الأربعة إلا أن من بقي من زملائهم استطاع أن يصد هذه المجموعة ويرجعها على أعقابها، لأنه أنا أعتقد لولا تدخل الأمنيين لكان ربما يمكن لهؤلاء أن ربما يدخلوا إلى المنزل، أن يقتلوا من شاءوا أو أن على الأقل يأسروا من فيه. وهذا بالطبع يكون ضربة قوية جدا للبلاد بصفة عامة ولسيد وزير الداخلية وللأمن برمته ولكل السياسيين العاملين اليوم. ونعرف أن عديد من السياسيين معهم مرافقين أمنيين، إذن تكون رسالة للجميع.